دي احسن طريقة تقدر تظبط بيها اعدادات الفيديو بتاعك قبل ما تستخرجه من على برنامج كاب كات. السلام عليكم، انا ايمان محمد. اول حاجة عشان تحفظ الفيديو اضغط على علامة الحفظ اللي موجودة فوق على كلمة 1080 او على رقم 1080. اختار الجودة 1080 بكسل، وهي الجودة اللي بينصح بيها لفيديوهات السوشيال ميديا. يعني ما تحاولش تعمل فيديوهات على 4K والكلام ده، لان هو بشكل او باخر هيتضغط وهيتحط على السوشيال ميديا بجودة اقل. فاختار 1080 بكسل. وطبعا لو الفيديوهات بتاعتك مش جيمنج او العاب، انصحك باختيار عدد فريمات 24 فريم او 30 فريم. خلي ال 60 فريم دي للالعاب او للفيديوهات اللي انت حاسس ان فيها حركة كبيرة ومحتاج تبقى ناعمة معاك. اما بقى بالنسبة لمعدل البث او البيت ريت، فانصحك تخليه على المتوسط، ما تخليهوش منخفض ولا ترفعه اعلى حاجة، خليه على ما ينصح به او على المتوسط. بالشكل ده دلوقتي تقدر تحفظ الفيديو بتاعك، وان شاء الله تبقى جودته ممتازة جدا، ويبقى فيديو تقدر تنزله على منصات التواصل الاجتماعي بكل سهولة وبدون مشاكل.